هم ازاي بيخلوا ممثلين متوفيين يمثلوا من تاني؟ زي اعلان موجود دلوقتي في رمضان اسمه لمة زمان، ممكن تقول لنا الطريقه؟ وبعد التفحيص والتمحيص لقيت لك ان في اعلان فعلا موجود اما جمع كل الممثلين بتوع زمان وعمل بيهم اعلان. وما اسكت انا بقى، صح، قمت جايب لك الطريقه. فاخترت اتنين واللي جه في دماغي هو عادل امام واحمد زكي، فقدرت اعمل للاتنين صور اكنهم مشاركين في افلام. فهقول لك ازاي بقى تخرج الصور دي بكواليتي ممتاز وملامح وش مثاليه، وكل ده بقى من اللي انت بتحبه. ايوه، من ابو بلاش. لا، ولكن لو انت عايز كواليتي اعلى واسرع فلازم ما انت دافع بقى. اول حاجه بتتعمل ان احنا نبدا نجمع صوره في مجله، على صوره ابيض واسود، على صوره الوان. كل الصور اللي تقدر تجمعها جمعها، وكل ما كانت الصور بكواليتي عالي كل ما ده كان احسن معاك. وبعد كده هنروح على موقع اسمه ويتس، هتعمل حاجه اسمها ترين موديل، بعد كده ايمج موديل، وتبدا تسمي اسم الموديل بتاعك، تخليها برايفت عشان ما تبقاش منتشره، وتقوم رافع كل الصور بتاعتك. طبعا هو بيقبل من 5 ل 30 صوره، وتقوم سايبه. للامانه الموقع بياخد وقت، يعني خلال بقى ما هو بيتدرب عايزك بقى تروح تجمع بقى كمان شويه صور للقطات والمشاهد والفيلم بتاعك. يعني احمد زكي كان نفسي هو اللي يبقى عامل الفيلم بتاع كاستاوي، فجبت صوره رفعتها لشات جي بي تي، قلت له اديني ليها برومبت باعلى كواليتي ممكنه علشان اعيد توليد الصوره دي عن طريق الذكاء الاصطناعي. فدي شويه كلام. الكلام بقى ده هتروح بعد ما الموديل بتاعك اتدرب وحط لي الكلام ده هنا، بمجرد بقى ما تدوس جنريت فهتلاقي الصوره بتاعتك بالشكل ده. بعد بقى ما اخدنا الصور دي نروح بقى نحركها علشان تطلع معاك النتيجه بالشكل اللي انت شايفه ده. فيلم الناس دي ما شاركتش فيه، انت متخيل ان احنا رايحين على ايه؟ انت تقدر تجيب اي حد راح تخليه يبقى موجود، تعمل انت شخصيه جديده وتنزلها للجمهور، ويا سلام لو جابت مع الناس. بس اعتقد ان ده لسه قدامه شويه. الحاجه الوحيده اللي في ايدك دلوقتي ان انت تعمل لايك فولو عشان تشوف كل حاجه ليها علاقه بالذكاء الاصطناعي. سلام عليكم.